كنت شخص اجل، كنت شخص فاقد الامل في الحياه، كنت شخص خلاص اصلا مش عايز اعيش. ولكن ربنا كرمني. ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ في بنت دفعه 2024 بعتت لي مسج وقالت لي انا نفسي ان انت تقوليها لدفعه 2025، يعني هي طلبت مني ان انا انزلها. هسيب لكم المسج هنا سكرين. تمام. كانت بتحكي لي ان هي مستواها متوسط في المذاكره، ولكن لما دخلت ثانويه عامه كانت حلمها تدخل كليه الطب علشان ابوها نفسه تكون بنته دكتوره. تمام. فهي بتقول لي انا بجد طول السنه بابا ما كانش مقصر معايا، كان دروسه بيدي كتب، بيجيب فلوس وبيدفع كل حاجه بيعملها عشاني انا ادخل الكليه اللي نفسه فيها، علشان احنا عايشين في ارياف. وبجد كلام الناس كتير قوي، طبعا ما اعرفش موضوع الارياف لان انا مش منها، بس انا كذا حد بيقول لي على كده صراحه انا ما اعرفش، يعني انا بسمع عادي جدا زيكم. فبتقول لي الارياف ما فيش حد بيسيب حد في حاله وكله بيتدخل مع بعضه، يعني كان في معاناه بس مش هسيب لكم السكرين دي كان قبلها. فالمهم بتقول لي ان باباها توفى في شهر 5. وطبعا البنت نفسيتها اتدمرت. كانت مقرره ان هي تاجل ثانويه عامه، هي مش هتذاكر، كانت مقرره ان هي خلاص حياتها وقفت، ولكن افتكرت حلم ابوها فيها وثقه ابوها فيها. وده بالظبط لازم انت تعمل الفتره دي، ان انت تفتكر اهلك. يوم النتيجه ده بجد هيخليك تحسب حسابات كتير قوي 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 قوي، اتمنى تحسبها من دلوقتي. المهم البنت كانت بتقولي ان انا كنت معتبره ان بابايا لسه موجود معايا، وكنت ان شاء الله هحقق له الحلم اللي هو كان نفسه فيه. المهم بتقولي انا بجد كنت بموت نفسي، يعني ده تعبير مجازي، اللي هي ما كانتش بتنام. وقالت لي ان هي بجد ما كانتش بتنام وكانت بتبذل اقصى مجهود عندها. عارف انت لما تبذل اقصى حاجه، اللي هو انا خلاص يا رب انا عملت كل اللي عليا مفيش حاجه تاني. طبعا هسيب لكم مسج. تمام. مش بتعمل اي حاجه غير ان هي بتذاكر. والحمد لله يوم النتيجه كان اصعب يوم عليها طبعا، لان اليوم ده بيبقى صعب على الكل تقريبا، حتى لو انت مذاكر بيبقى صعب عليك، مش مذاكر بيبقى صعب عليك، كلنا بيبقى صعب علينا يوم النتيجه، خصوصا ثانويه عامه، ثالثه اعدادي وثانويه عامه. اليومين دول بالذات بيكونوا اصعب نتيجه بنجيبها في حياتنا. فالمهم بتقول لي اتفاجئ هنا ان انا جبت 87%. شخص اجل، كنت شخص فاقد الامل في الحياه، كنت شخص خلاص اصلا مش عايز اعيش. ولكن ربنا كرمني بكليه تمريض. هي حاليا في كليه تمريض، ما دخلتش كليه طب، ولكن بتقول لي حاليا دي من اجمل الكليات، ولو رجع بيا الزمن هختارها تاني، حتى لو مجموعي جاب كليه طب كنت ادخل تمريض برده. كمان بتقول لكم ما تفقدوش الامل، لسه في وقت. هي بدات قبل الامتحان باسبوعين، انا ما اعرفش يا جماعه، دي مش تجربتي انا، يعني مش انا اللي بدات قبل الامتحان باسبوعين، انا ما اعرفش. هي بعتت لي المسج دي وقالت لي سلمى وصليها للدفعه. انا اقسم بالله ما اعرف اي حاجه، انا فتحت الفيس لقيتها بعتت لي المسج دي. بصراحه ما كنتش ذاكره البنت دي قوي، لان انا بتواصل معايا ناس كتير قوي، وانا اصلا باديه من دفعه 2024، دي مش اول سنه ليا يعني، فبمر بمشاكل كتير قوي من دي بتتبعت لي. والسنه اللي فاتت كانت هتاجل، هي بعتت لي بما انها قالت لي ان هي بعتت لي السنه اللي فاتت وكانت هتاجل وتقسم، وانا طبعا للمره المليون مستحيل حد يبعت لي يقول لي سلمى انا هاجل، سلمى انا هقسم، سلمى انا مش هكمل تعليم، سلمى انا سقطت مثلا وخلاص مش قادره اكمل، وانا اقول له لا، مستحيل اقول له كده. انا اقول له كمل، لسه في وقت، لسه في امل، اوعى تقسم او اوعى تاجل. الموضوع مش سهل خالص خالص خالص. وزمايلك اللي مأجلين او مقسمين اللي انت عايز تقلدهم هم حاليا برضو مراكمين، اقسم بالله العظيم مراكمين. القصه دي ممكن تكون قصتك انت، يعني بمعنى في طالبه عرفت تعمل كده، فانت تعرف اصل دي بني ادمه زيها زيك، طالبه زيها زيك، معاها نفس الكتب اللي معاك، كنت انت كمان اهلك موفرين لك جو احسن من عندها، باباها توفى، فدي في حد ذاتها حاجه كبيره جدا. اي مشكله انت بتمر بيها دلوقتي، سواء انت مرضت، سواء وفاه حد من عيلتك، سواء اي حاجه انت شايفها مشكله او حاجه صعبه في حياتك، خد بالك ان ده ممكن يكون سبب في نجاحك. انا واحده مريت بده في ثانويه عامه، لما حصل لي دروب في ثانويه عامه في شهر 9، قعدت 5 شهور ما ذاكرش، وبدات ثاني في شهر 3 والحمد لله ربنا كرمني. انت معاك وقت، على وعسى تكون انت بدات قبل الامتحانات ب 10 ايام، ممكن تجيب طب عادي جدا، اصل مش مقياس. انت ياما اديك شفت، والله العظيم ياما اكيد شفت في طلاب بتذاكر من اول يوم في السنه وبتجيب مثلا في اخر 60%. انا مش بحط اي حد، بس مش ده بيحصل. قول احلف ان هو ما بيحصلش، احلف، لا بيحصل عادي جدا. فهو مش مقياس اللي بدا من اول السنه يجيب مجموع ولا بدا في اخر السنه ما يجيبش مجموع والكلام ده. الموضوع كله بيبقى توفيق وكرم ربنا. انت ربنا شايل لك مكان تاني. عايزه اقول لك ان انت مهما عملت ايه هتدخل المكان ده، وعايزه اقول لك ان انت المكان اللي انت هتدخله ده وانت ما كنتش حاسس نفسك هيطلع احلى مكان في حياتك. مش صعب انت تبدا. انا عايزه اقول لكم ان انا من حوالي كام يوم، من حوالي تقريبا 10 ايام لما فتحت الاكاديميه، كان في طلاب ما بداتش خالص على الزيرو. فالمهم ايه، احنا كنا مقسمين طبعا، الوقت طبعا دلوقتي اختلف، فالتقسيمه هتبقى مختلفه. تمام. يعني احنا الطلاب اللي معايا او اخواتي اللي معايا من 10 ايام او اكتر كمان من اسبوعين، كان باقينا على الامتحانات حاجه و30 يوم، فاحنا قسمنا المنهج على 22 يوم. والحمد لله في الطلاب اللي التزمت على الخطه دي. طبعا في طلاب بيحصل لها دروبات، في طلاب بتتعب، احنا معاها عادي جدا، يعني بنحاول نظبط الدنيا تاني. الطلاب اللي التزمت على الخطه دي في الاسبوع الاول خدوا كيمياء وانجلش، في الاسبوع الثاني خلصوا فيزياء وجيولوجيا، والاسبوع الثالث خلصوا عربي واحياء. احنا بالظبط بياخدوا في الاسبوع مادتين بيخلصوها مذاكره وحل شامل على الابواب. وبعد طبعا ما بيخلصوا المادتين في الاسبوع دول بيبداوا يحل بقى شوامل على المنهج كله. طبعا بقول لهم المصدر الاول ليكم هو النماذج الاستشهاديه اللي الوزاره منزلاها السنه دي، لان دي احدث حاجه. اهم حاجه تحلوها، في اكتر من 12 نموذج نازل لازم تحلوه. تمام. وبعد كده امتحانات ثانويه عامه مهمه جدا جدا تحلها. لو انت حليت دول كافيين اصلا. كم شوامل رهيبه. شوف امتحانات ثانويه عامه كام شامل ونماذج الوزاره كام شامل. حرفيا انت هتكون حليت لك بالمية 30 شامل. 30 شامل ده انت خليك بطل في الماده. يعني انا شخصيا ما حليتش 30 شامل في كل المواد. انا الفتره دي هات اخرك بمعنى الكلمه. يعني ما تسيبش حته في نفسك تقول يا ريتني كنت عملت، يا ريتني يرجع بيا الزمن. لا، هات اخرك.
عايزاك تبص تبذل اقصى مجهود عندك الفتره دي. ان شاء الله معاكم، ان شاء الله في ظهركم لحد اخر يوم في الامتحانات. وحاول برضه طبعا معاكم جروب التليجرام، ولكن الفتره دي انا اصلا تعبانه تمام، بس بحاول اسكيب شويه التعب، لان اللي بيغص في موضوع التعب ده حياته بتتدمر، فانا بحاول اسكيب شويه. كومنتاتكم على الفيديو اللي فات اللي هو على اليوتيوب، يعني التيك توك دول مشغلين وضع سايلنت، انتوا اصلا مخصماكم، ما تكلمنيش بجد، انا مخصماكم بتوع التيك توك. سم بكم سم بكم سم بكم العمي بجد. بتوع اليوتيوب يعني الفيديو 500 كومنت كلهم عايزين ياخدوا هديه، والله العظيم بجد عايزين تاخدوا هديه. انا في كومنت قراتها كنت هعيط، يعني بجد حب الناس، حب اخواتي دول اكتر حاجه بتخليني فرحانه في الحياه. هستنى كومنتاتكم وهستنى مشاكلكم، كده كده معاكم.